السياسيين، أعطي صوتنا لمرشحة المرأة، أعطي صوتك لمرشحة المرأة، لا لقتل المرأة، لا لقتل المرأة، لا الاحتلال التركي، لا الاحتلال التركي، لا الاحتلال التركي، لا الاحتلال الفاشي. الحركة السياسية في باكور كردستان. قبل هيك نعايد كل عمال العالم وخاصة النساء بيوم العامل العالمي من 1 أيار، إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. اليوم نحن اجينا لنساند النساء في باكور كردستان لأنه في عندنا انتخابات، ونحن كنساء في شمال شرق سوريا ندعم حركة النساء في باكور كردستان. اولا ارهابي ويبعثهم لخارج مناطق سوريا وداخل سوريا. بعد شبابنا ورجالنا لليبيا الرجال وين في مناطق اشتباك جند شبابنا ورجالنا بالتنظيمات الارهابيه وبعثهم ليحاربوا باسم الدوله التركيه، واستغل النساء بالمخيمات لاعمال لا اخلاقيه، لانه بالمخيمات هن بحاجه لمساعدات، فما بيقدم المساعده الا لحتى يقوموا باعمال لا اخلاقيه واغتصاب النساء. واليوم هو عم يحارب الفكر الحر خلال فتره الانتخابات وخلال حملاته الانتخابيه. اعتقل المئات من المثقفين، المئات من النساء بتركيا، المئات من الحقوقيين الداعمين لحزب العمال الكردستاني. نحن بشمال شرق سوريا وباسم نساء شمال شرق سوريا ندعم حزب اليساري الاخضر، ندعم النساء السياسيات في تركيا، ندعم كل انسان حر وشريف في تركيا وخاصة النساء. النساء هن الركيزة الاساسية باي دولة. لما النساء تتحرر اكيد المجتمع كله راح يتحرر. لما تكون المرأة قادرة انه تشتغل بالسياسة، قادرة انه تبني مجتمع حر ديمقراطي. نحن نناشد كل الاحياء بتركيا انه يدعموا حزب اليسار الاخضر، لانه هو الحزب الديمقراطي. راح تكون بداية جديدة لتركيا لما يفوز الحزب اليساري الاخضر. اني بمواجهة اردوغان وحكومته، لكن اردوغان هو المتسلط على الشعب.
الشعب متسلط على الجيش. القرار الوحيد لأردوغان لا للجيش ولا للشعب. نحن نطالب من كل الأحرار بتركيا يقفوا بوجه أردوغان وبوقف المجازر التي ارتكبت بحق الإنسانية. 20 سنة من الحكم، 20 سنة من القتل والمجازر، المجازر التي يندى لها الجديد، المجازر ضد كل الدولية. 25 سنة هو عبد الله أوجلان ضمن سجن إمرالي. أي قانون بالعالم يسمح لمحكوم 25 سنة بزنزانة 2 من العزلة الكاملة؟ كلها أفعال أردوغان وجرائم أردوغان ضد الإنسانية. أردوغان يوميا يقتل النساء الحرات، المفكرات المناضلات. ناخذ مثل إيران، النساء عندما خرجوا في إيران خرجنا للتضامن معهن لأنهن ثاروا ضد حكم الشاه والملالي. واليوم النساء في إيران بالآلاف بالشوارع والمطالبة بحقوقهن. وتركيا نفس الشيء، على النساء بتركيا الخروج وإدلاء بأصواتهم بكثافة في الانتخابات لإسقاط أردوغان وعزله عن سدة الحكم، لأنه إذا ضل في الحكم ستزداد تركيا سوءا. فاليوم أردوغان مدان بجرائم حرب ليس من المحاكم الدولية بل باسم الشعب، من محاكم الشعب. أردوغان حكم على القائد ب 25 سنة من السجن المؤبد و2 من العزلة التامة، لا يستطيع أن يرى المحامي أو أهله. كل هذا بسبب الفلسفة والفكر الذي ينادي به القائد. فلسفة وفكر القائد التي حررت النساء ليس فقط في شمال شرق سوريا بل بالشرق الأوسط والعالم أجمع. واليوم نسمع هتافات القائد: المرأة حياة حرية في إيران وفي أفغانستان وباكستان وكل المناطق التي تخرج فيها النساء لتنال حريتها بنضال مستمر جنبا إلى جنب مع الرجال. النساء في شمال شرق سوريا أثبتت بأنها قادرة على خوض المعارك، أثبتت بأنها أخوة الرجال. ففي سجن إيران بعام 2021 كان المخطط الأول لهذه المعركة هو أردوغان، ما هو خطط لداعش، لكنه فشل تحت أقدام مقاومة شعب شمال شرق سوريا، تحت أقدام قواتنا العسكرية وإصرار الشعب بأنه لا حياة إلا بالحرية، ولا نخضع للتنظيمات الإرهابية. خطط لأشهر ولكن تخطيطه انهار خلال 15 يوم تحت أقدام قواتنا العسكرية وبمساندة شعب المنطقة. اليوم نحن هنا بنساند المناضلات في تركيا، بنساند المناضلات والنساء الأحرار في باكور كردستان، نقول لهم نحن معكم. إذا فاز حزب اليسار الأخضر ستتغير تركيا، ستكون بداية جديدة لتركيا، ستنتزع لغة الكراهية والحرب ويعيش الشعب مساواة وأخوة، ستحل مشكلة الأكراد التي ناضل الجيريلا 50 عاما من أجل هذه القضية. إذا تغير الحكم وسقط أردوغان عن الحكم ستتغير مجرى الأحداث، ستعيش النساء بحرية، ستنال حريتها وحقوقها كاملة. نطلب من نساء تركيا وكل النساء في باكور كردستان أنه يخرجوا للانتخابات ويدلوا بأصواتهم بكثافة. نعرف أنه هن تحت ضغط هلا، وأن أردوغان عم يقوم بحملة قمع ضد الحقوقيين والمفكرين والمناضلين نساء ورجال حتى يستطيع أن يكسب هذه الانتخابات. لكن نحن في شمال شرق سوريا كنساء شمال شرق سوريا ندعم نساء تركيا الحرات، ندعم نساء باكور كردستان، ونطلب من ولا ننسى ان اردوغان استعمل الاسلحه المحرمه دوليا، اسلحه الكيماوي في حربه على جبال كردستان زاد متين اباشير، ويوميا يرسل الطائرات والمروحيات والمزيد من الجنود، لكن جنوده يهربون بعد بضع ساعات من القتال مع قوات الجيريلا. هذا دليل على الاصرار باننا اصحاب حق، سنناضل، سندافع عن ارضنا حتى اخر قطره من دمائنا. دفعنا 16,000 شهيد في مناطقنا ولا حتى نستسلم لاردوغان. نحن نتمنى بهالانتخابات انه يسقط اردوغان بدعم النساء والاحرار في تركيا من حزب المعتدل، حزب اليسار الاخضر. نتمنى انه كلهم يشاركوا بهالانتخابات لحتى نستطيع ان نحاكم اردوغان بالمحاكم الدوليه بجرائم حرب ضد الانسانيه. عاش القائد اوجلان، الحريه للقائد، شهيد
نعمل الشهيد نعمل الشهيد نعمل